مشاهدينا الكرام، ألا يحق لنا أن نتساءل؟ ألم يتحول النظام الجزائري من نظام مجاور إلى نظام متهور يهدد أمن واستقرار منطقة؟ أليس من العار أن بلدا غنيا بالغاز والبترول بدل أن يطعم شعبه يصرف المليارات على زرع الفتن وتأجيج الصراعات؟ ألا يدعم النظام الجزائري حركات انفصالية بالمال والسلاح والإعلام؟ أليس هذا تدخلا سافرا في شؤون الدول المجاورة؟ أين هي الديمقراطية في الجزائر؟ أين هي حرية التعبير؟ أم أن من ينتفض النظام مصيره السجن أو النفي أو الاختفاء القسري؟ أليس من الواضح أن المؤسسة العسكرية هي من تتحكم في البلاد والعباد؟ أليس النظام الجزائري يعيش على عقدة اسمها المغرب؟ أليس العداء للمغرب هو المتنفس الوحيد لهروب النظام من فشله الداخلي؟ ألم تفشل الدبلوماسية الجزائرية في كسب أي تعاطف إقليمي أو دولي بسبب مواقفها العدائية؟ لماذا لا يوجه النظام جهوده نحو تنمية الدخاخل بدل تصدير الأزمات؟ ألم تصبح الجزائر دولة معزولة دبلوماسيا؟ حتى تونس، حتى ليبيا لم تعد تثق في هذا النظام؟ أم أن كل هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن الجزائر تتعرض لحملة شيطنة لأنها فقط تقول لا، لا للهيمنة، لا للركوع، لا للتطبيع؟ فمن على حق إذن؟ ومن على باطل؟ من يسعى للسلام؟ أليس النظام الجزائري هو من يدافع عن القضايا العادلة، أم أنه مجرد ستار لإخفاء فشله الداخلي؟ أسئلة نطرحها ونحاول الإجابة عنها في حلقة الليلة.